يأتيه في رابط، الله يختبر الآن. في خلوة الإنسان يا أخوان، في خلوة الإنسان برب سبحانه وتعالى، في خلوته لوحده حينما يغيب عن أعين الناس وعن أنظار الناس، يبان لك شيء عظيم. في هذه الخلوة يبان لك مقدار حبك لله، ومقدار خوفك من الله، ومقدار تعظيمك لله. متى يبان هذا الشيء؟ يبان في خلوتك. إذا دعتك نفسك للمعصية وللحرام وللشهوة فتركتها من أجل الله، يتضح لك بأن حب الله عز وجل في قلبك عظيم، وخوف الله عز وجل في قلبك جليل. في هذه الخلوة مقياس لإيمانك. المقياس الحقيقي لإيمانك هو يوم أن تغيب عن أعين الناس ولا يراك إلا رب الناس، ماذا تصنع؟ وأيضا يا أخوان، في الخلوة من مواقف الناس ومن حياتهم العامة يبان لنا في خلوة الناس بالله عز وجل حينما يخلون بمعصية الله. يعني يخلو بمعصية الله، يعني يغلق الأبواب ثم يحضر الشهوات والمحرمات ويبدأ يبارز الله في خلوته بهذه المعصية، يخلو بالله عز وجل ويبارز الله عز وجل بهذه الكبيرة. في هذه الخلوة يتضح لنا أمر عظيم، وهو رحمة الله عز وجل بهذا العبد الذي استخف بنظر الله وجعل الله هنا الناظرين إليه. كيف يبان لنا رحمة الله عز وجل في هذا الأمر؟ واحد يا أخوان دخل غرفته من أجل أن يزني أو من أجل أن يفتح جهازه وينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله وينشر عن طريق هذه الأجهزة ما يغضب الله. لكن لما دخل إلى هذه الغرفة عشان يفعل هذه المعصية غلق وقفل الأبواب. ليه قفل الأبواب؟ وليه غلق الأبواب؟ هل من أجل ألا ينظر إليه الله عز وجل؟ من أجل ألا ينظر إليه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. جعل الله هنا الناظرين إليه. وهذا العبد هو يعصي الله، الله سبحانه وتعالى يدخل له من تحت الأبواب وعبر النوافذ أكسجين. ليه؟ من أجل ألا يموت هذا الإنسان على معصية الله. في خلوة يعصي الله عز وجل والله يمد بسبل الحياة من أجل ألا يموت على معصية الله، ويجري الدم في عروقه ويردد النفس في صدره وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. فما أرحم الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد أثنى على شاب أتت إليه المعصية إلى حده، وهذا الشاب إخواني الجميع يعرف هو يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ إنه من عبادنا المخلصين. الآن كثير من الشباب يا إخواني في الله قد تهيأت له المنكرات وقد تهيأت له المعاصي. والله يا إخوان قد تهيأ له المنكر حتى في جواله يأتيه في رابط، الله يختبر الآن. ولكن الشاب الذي امتلأ قلبه بالإيمان والثبات واليقين بالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول كما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأنا أقول للشباب وأقول لنفسي وأقول للدعاة: إيش رأيكم نجعل هذا الشعار في كل معصية تأتي إلينا؟ معاذ الله